اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن خطوات تفعيل تطبيق رموز الامان الخاص ببنك مصر، وهنشوف الخطوات مع بعض، ولو في مشكله معانا في النص هتواجهنا واحنا بنفعل التطبيق برضه هعرفكم ازاي تحلوها. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الشرح اللي احنا بنعمله دلوقتي بناء على طلب متابعين الافاضل بان احنا نبدا نوسع في البنوك التانية، ونبدا ان احنا نشرح تطبيقات لبنوك تانية. فيا ريت عشان نوسع اكتر من كده ونعمل شرح لتطبيقات اكتر من كده، دعم القناه، بس دعم القناه ماديا عن طريق اللي هو السوبر، خدمه السوبر سانكس، او عن طريق الدعم المادي الخاص بالقناه. هتلاقي طريقه الدعم تحت في صندوق الوصف. ويا ريت كمان ندعم الحلقات باللايك والكومنت، انك تسيب تعليق تحت الحلقه، والشير. واللي لسه بيشوف الحلقه اول مره يا ريت يشترك في القناه. ويلا بينا نبدا الحلقه. زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه، النهارده هنتكلم عن تفعيل تطبيق رموز الامان الخاص ب بي ام بنك مصر. اول حاجه هنعملها ان احنا نخش على التطبيق. زي ما احنا شايفين، نفتح التطبيق هتلاقي ان اما تكتب هنا اسم المستخدم وهنا رقم كلمه المرور، او تضغط على البصمه وتخش عن طريق البصمه. هيظهر قدامك واجهه البيان بالشكل اللي انت حضرتك شايفه دلوقتي. هننزل تحت ونضغط على كلمه المزيد. بتظهر قدامنا القائمه الخاصه باختيارات المتاحه في تطبيق بنك مصر. بنشد القائمه لغايه تحت، بيظهر عندنا زي ما احنا شايفين ان هو تفعيل رمز الامان. بتعمل كلمه، تضغط على كلمه تفعيل. هنا بيطلب منك لو انت منزل البرنامج عندك على الموبايل اللي انت بتمسحه، وبترجع تاني تنزله وفقا ايه للاختيارات وفقا للاوبشن اللي طالبه قدامك. هو بيقول لك نعم لقد قمت باعاده تثبيت تطبيق بي ام توكن. انت بتشيله وبتنزله تاني بعد بتضغط على كلمه نعم هنا. بندخل على الخطوه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، والخطوه ديت اوقات بيحصل فيها ايرور معين او مشكله معينه. انت لما بتعمل الخطوه دي المفروض ان هو بيبعت لك كود معين عندك على الموبايل. الكود ده اوقات زي ما احنا مش شايفين بيطلع رساله كده في مشكله، يقول لك عذرا خدمه غير متوفره حاليا. بنفضل نكرر الخطوه دي اكتر من مره، يعني بنعمل رجوع وبنرجع تاني نخش كذا مره لغايه لما بتيجي في مره يقوم باعت لك الرساله. ساعات لما بتيجي بس كل اللي انت بتعمل عمليه الاو هنا هو تحت على اليمين، هنا هو زي ما احنا شايفين بيدخل هو الكود اللي مبعوت لك عندك على الموبايل اوتوماتيك من بداخله بايدك، عشان لو انت حاولت تدخل الرقم ده بايدك ما بيرضاش اصلا. فلازم تعمل الاو تحت على اليمين هو عشان خاطر يقوم ايه بدخل الرقم لوحده على طول. وبعد كده ينقلك على الخطوه اللي بعد كده. هنا بيقول لك بقى ايه خطوه واحده وهي تفعيل التطبيق، اللي هي بقى خطوه تفعيل التطبيق. بتعمل عمليه متابعه. بيطلب منك هنا ان انت في يبقى في تصريح منك لانه ان التطبيق بيخش على الموبايل او يفتح كاميرا الموبايل، عشان خاطر لو عايز مثلا تعمل سكان لاي مثلا لاي مثلا كود او اي حاجه، فانت بتعمل له موافقه اللي هي كلمه اوكي تحت اهيت على اليمين. وبعدين بنعمل الاو. هنا بيخش يقوم كاتب لك السيريال نمبر والاكتيفيشن كود والرياكتيفيشن كود. بيكتبه اوتوماتيك لوحده، يعني حضرتك ما بتدخلش في حاجه بايدك. هنا بتدخل الثلاث اختيارات ان هو بيدخل اللي هو السيستم بيدخله كله اوتوماتيك من غير ما تعمل حاجه. وبعد كده بعد ما تخلص بتعمل اوكي. الخطوه دي بقى حضرتك اللي بتعملها بنفسك. هنا بتدخل الرقم السري بتاعك، ومش لازم يكون رقم كبير، ممكن يكون 4 ارقام، وممكن تكون هو نفس الرقم اللي انت بتدخله على المكنه من بره. يعني مثلا انت الرقم اللي انت بتدخله على المكنه من بره 1 2 3 4، ممكن انت تعمل 4 ارقام بس فقط لا، عشان تبقى دايما فاكر نفس الباسورد او فاكر نفس الرقم السري. هتدخله هنا مره وهتدخله تحت مره وبعدين تعمل اوكي. بعد ما تعمل اوكي بيطلع هنا اختيار بيقول لك هل يعني ايه ان انت بيخيرك ان انت ممكن تستخدم برضو بصمه الايد عشان تخش على التطبيق، عشان مش كل مره يطلب منك ان انت تدخل الباسورد واليوزر نيم والكلام ده كله. فطبعا انت بتقول يس، طبعا بتوافق على الكلام ده. بيطلع حراك قدامك اهو الشاشه اللي في عليها البصمه. بتضغط على البصمه، طبعا بتدخل بصمه الايه الصبع اللي عندك اللي انت عايز، اللي انت دايما بتخش بيه، الصبع اللي انت بتخش بيه كل مره على التطبيق. هنا بقى بيقوم مطلع لك حاجه اسمها اكتيفيشن كود او رقم سري بتاع. بتضغط عليه ضغطه طويله، بتضغط على الشاشه اهوت مكان فوق الرقم ده ضغطه طويله، ده الاكتيفيشن كود بتاع البرنامج. بتلاقي يعني بيطلع لك رساله ان هو تم نسخ كلمه المرور اللي موجوده قدام حضرتك ديت، او لو الاكتيفيشن كود اللي موجود قدامك ده.
بتدخل على التطبيق قدامك، وبعد كده كل اللي انت بتعمله بتقفل وبتفتح يعني بتطلع منه وبتدخل تاني. بيظهر لك خانه كده فيها اللي هو ان انت تعمل تحط فيها رمز التفعيل اللي انت لسه ناسخه من شويه، بتحط فيها ويقول لك تم تفعيل التطبيق بنجاح. بعد كده بقى انت لما تيجي تعمل تحويل بتمشي مع خطوات التحويل اللي موجوده على التطبيق زي ما هي طبعا، ده هتناولها في ايه حلقه تانية. بكل بس لما بتيجي على خطوه يقول لك عايز اللي هو ايه الرقم السري المتغير او الاو تي بي، تضغط على اول اختيار ده اهو، بيظهر لك طبعا رمز الاو تي بي موجود، بتعمل له كوبي من على التطبيق وتقوم رايح نسخه في التطبيق الثاني بتاع بنك مصر عشان خاطر تتم عمليه التحويل الاخيره. لحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون الحلقة فادتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة. مع السلامة.